السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نعرف بقى طريقة بسكوت النشادر الجميل. احنا بنحب البسكوت ده، ما بنعملش البسكوت اللي هو المخربش ولا حاجة. احنا بنحب البسكوت الصعيدي الحلو الجميل ده. دي طريقة امي ومقادير امي من زمان، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. كل اللي اكل منه كان بيطلب المقادير والطريقة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو. عندي كده 5 بيضات، وعندي كوباية سمن. السمن يا بنات تبقى سايح كده زي ما انت شايفاها. وعندي كوباية ونص سكر، السكر حبيبات مش بودرة. والسكر يكون ناعم شوية. عندي نص كوباية لبن. بصي يا بنات، انا عندي الكوباية الازاز اللي هي موجود فيه السمن ده. دي بتاخد نفس المقدار اللي بتاخده الكوباية المعيارية الكبيرة. فانتي لو ما عندكيش الكوبايات المعيارية، عادي ممكن تستعملي كوباية زي دي. او ممكن تستعملي كل الكوباية اللي انت تعايري بيها السمن هي اللي تعايري بيها السكر، هي اللي تعايري بيها اللبن. عندي كمان الفانيليا البودر، وعندي ريحة موز، وكمان هحط معايا كمان فانيليا سايلة عشان اقضي على ريحة الزفارة خالص زي ما احنا متعودين. يلا بينا ندخل بقى على الطريقة، والطريقة كده اسهل ما يكون. هحط البيض بتاعي كده في شفشق الخلاط، ومعايا هحط ريحة الموز، وكمان الفانيليا البودر. كل بيضة ليها باكو فانيليا بودر. وهحط معاها كمان معلقة معيارية صغيرة فانيليا السايلة. واخدهم كده بقى، كل اللي انا حطيته ده في شفشق الخلاط اخدهم كده هيلا بيلا على الخلاط، واضربهم بقى ضرب كويس لحد لما كل السكر اللي موجود عندي يدوب خالص. فافضل ان انتي تستعملي سكر يكون حبيبات ناعم، ما يكونش خشن، علشان يدوب معاكي وما يبقاش فيه سكر متبقي في الخليط بتاعك. يلا بينا كده هناخدهم هيلا بيلا على الخلاط. ضربناهم ضرب كويس، وبعد كده هنزل بقى بيهم في البوله. مجرد ان انت بتفتحي الغطا بتاع شفشق الخلاط بيطلع عليكي كده ريحه ما شاء الله. ريحه الموز مع الفانيليا السايله والفانيليا البودر بتبقى ريحتها ما شاء الله، الله اكبر. بتبقى يعني الواحد بيبقى نفسه ينط كده في الطبق وياخد من الخليط اللي موجود قبل ما يستوي ويبقى بسكوت. هبدأ بقى كده انزل بالسمنه بتاعتي، واقلبها كويس لحد ما يمتزجوا كده مع بعض. وانتي بتقلبيهم كده هتحسي ان الخليط بيتقل معاكي شويه بشويه. خلاص، عندي هاخد بقى دلوقتي نص كوبايه اللبن، بس هنقلها في حاجه تكون اوسع علشان ايه هدوب معاها دلوقتي حاجه هتفور معايا. هاخد بقى معلقه كبيره هرميه كده مليانه نشادر او الامونيا، وادوبها في اللبن. مجرد ان هي فارت معايا كده، ده كده خلاص انا اتأكدت ان النشادر بتاعتي مية مية، والبسكوت ان شاء الله بإذن الله هيطلع زي الفل. هقلبها كويس مع الخليط. عندي دلوقتي الدقيق بتاعي ده كيس كيلو. هنخله كويس، وهحط معاه معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح. هبدأ بقى انزل بالدقيق بتاعي على الخليط اللي انا عملته. هقلب بس البيكنج باودر الاول والملح عشان بقى متأكدة ان الجزء الاولاني اللي هنزله ده فيه البيكنج باودر نزل كله. هنزل بقى بالخليط اللي مع الدقيق على الخليط اللي عندي، وهبدأ بقى اعجنه. الخليط ده يا بنات بياخد كيلو الا 3 معالق بالظبط، 3 معالق كبيرة كده هرمية. بيبقى كده هش وخفيف من جوه مفرغ، مش مكتوم. لكن انت بقى لو من هواة الناس اللي هي بتسقسق البسكوت جوه كوبايه الشاي او كوبايه اللبن، لا احطي الكيلو كامل. لكن انا يعني ما بستطعمش البسكوت كده جوه كوبايه الشاي او كوبايه اللبن. انا باخد قطمه بسكوت ومعاها شويه لبن. بصي العجينه بتاعتي بتبقى طريه، يعني الايد اللي هي انا بعجن فيها بتلزق، التانية بتلزق حاجه بسيطه، لان مجرد ان العجينه بتقعد معاكي بتشد. فانا عايزه العجينه تبقى طريه كده ولينه زي ما انا وريتها لك. هاخد بقى العجين بتاعي. بصي بوريك الدقيق اللي هو فضل ده كده 3 معالق كبيره هرميه. هاخد العجين بتاعي كده اغطيه، وابدا بقى اقطع فيه، لان احنا البسكوت بتقطعي على طول. حطيت العجين بتاعتي جوه المكنه، واستعنت كده بصديق، والصديق طلع فاشل معايا شويه، فهبدا ابدله بصديق اخر. بس الصديق التاني برضو يعني الحمد لله سابني وفلسع ومكملش معايا المقدار. فانا كملته مع نفسي، اقطع يعني الف المكنه واقطع مع نفسي.
في الوقت اللي انا بدأت فيه عجن للبسكوت كنت مشغله الفرن بتاعي، خليت درجة الحرارة هادية من تحت. اللي عند الفرن بيشتغل الفرن والشواية مع بعض، شغلت الشواية على الهادي وبرضو الفرن برضو على الهادي. اول ما بحط كده الصينيه بتاعتي او الصاج اللي عندي احطه على الصاج بتاعت الفرن من تحت. اول ما يبدأ كده تلاقيه اخد لون شمع كده من تحت واخد لون ذهبي، ابدأ ارفع تحت الشوايه، بياخد لون من فوق ويكمل سوا كمان من تحت ويبقى اللون من تحت ومن فوق حلو. لكن لو انت الفرن بتاعك ما بيشتغلش الشوايه والفرن مع بعض، شغلي الفرن من تحت ياخد لون، وبعد كده شغلي له الشوايه. انا دهن الصواني بتاعتي شويه زيت كده. البسكوت بعد ما خلصت المقدار ده البسكوت ده طالع من مقدار 5 بيضات، بسم الله ما شاء الله. والسوا بتاعه بصوا بسم الله ما شاء الله من تحت ومن فوق. هوريكي دلوقتي بسم الله ما شاء الله عامل ازاي من جوه، وبعدين هدوس عليه دلوقتي عشان تشوفي قد ايه هو هش ومش مستحمل. وزي ما قلت لك لو انت عايزه البسكوت من الناس اللي هي بتسقسق البسكوت جوه الشاي، حطي الكيلو كامل. لو زي حالاتي كده يبقى لا، يخلي الكيلو يبقى شيلي منه 3 معالق كبيره هرميه. يا رب البسكوت بتاعنا يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو وحسيت ان انت استفدتي بمعلومه ولو حتى صغننه قد كده اهو، ما تبخليش عليا بدعوه حلوه لامي، ربنا يبارك فيها ويديها الصحه وطولة العمر يا رب، على المقادير المظبوطه والطريقه الحلوه بتاعه البسكوت. ولو عجبك الفيديو كمان ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب، ويا ريت نشير الفيديو لقرايبنا واصحابنا علشان الكل يستفاد وكمان قناتنا تكبر بيكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.